المشكلة دي هنحلها ازاي؟ شايفين الفتحة بتاعت الكور دي جاية على علشان السقف في الحمام التاني أعلى، فجاية هنا نزولها 20 سنتي. دلوقتي احنا عندنا مشكلة هنا خطيرة، خصوصا للناس اللي هي مش بتبقى حابة ان هي تعمل تصميم للبيت بتاعها. يعني الوش هنا خرسانة والجنبين واحنا علشان نقدر نعمل المواسير بتاعت المية ونقدر نمشيها ما ينفعش طبعا ان احنا نمشيها في الخرسانة، فبنيت جزء او جلدت جزء من الناحية اليمين والشمال، وفي نفس الوقت عملته في الوش وخليت الجزء ده جروف يتحط فيه الشامبو والكونديشنر والحاجات دي. بس ظهرت معانا مشكلة خطيرة جدا، لأن الموقع ده أخدنا موافقة بيه من الكومباوند إن احنا هنعمل حمام تاني، وعشان نخلق حمام تاني من مكان مفيش، فالسقوط بتاعه ما كانش زي السقوط بتاع الحمام ده، لان ده اساسا معمول ان هو حمام. هناك كان معمول ان هو جزء من المطبخ وجزء من الكوريدور. بس لما جينا نفتح علشان نعمل شفاط في الجبسون بورد، زي ما انتم شايفين عندنا كمر، وعشان نفتح الفتحه دي اولا كان لازم ان احنا نحترم بقيه البروز بتاع العمود اللي احنا طلعناه علشان نقدر يعني الحمام اصلا شويه كان بيضيق شويه عن كل مره، ما كان لازم نحل المشكله من غير ما احنا نضيقه اكتر. فشايفين الفتحه بتاعت الكور دي جايه على عشان السقف في الحمام التاني اعلى، فجايه هنا نزولها 20 سنتي، وانا لو نزلت السقف بتاع الجبسون بورد 20 سنتي فده هيبقى السقف هنا مش عالي، فهيعمل مشكله ان انا هحس ان السقف بقى واطي قوي. الناحيه الثانيه في فتحه الكور اهو زي ما انتم شايفين برضو، لكن السقوط بتاعها على 15. ال 15 دي اللي انا عامله حسابي عليها السقوط بتاع الجبسون بورد هيبقى عليها. فالمشكله دي هنحلها ازاي؟ لازم يبقى عندنا حلول. زي ما انتم شايفين دي سقوطها 20، وانا لو عملت الجبسون بورد على 15 فده هيبقى باين منها حته، او مش هعرف ان انا احط الفليكسات بتاعي. هستنى رايكم انا خلاص حليت المشكله الحمد لله، بس هستنى اسمع رايكم الاول، وخلوني اعمل لكم فيديو تاني بعد ما اخلص واقول لكم حليناها ازاي. لكن حابه ان انا اسمع من الناس الخريجين والناس اللي شغاله معانا في المجال، او حتى الناس اللي عندها افكار ان هي ممكن ازاي تقدر تحل مشكله زي دي من غير ما تنزل السقف 20 سنتي. قولوا لي افكاركم ايه، علشان دي في فيديو جاي هقول لكم على حاجه جديده عاملاها بتخلينا اكتر نفكر في حلول، وتعرفوا ان كمان مش الديزاين والتشطيب مش مجرد ان احنا بس بنشطب، احنا بنعمل افكار تحل مشكله عندنا.